والله يا جماعة المصريين مسيطرين في كل حتة، وانا بتمشى كده لقيت ايجيبشن بازار. يلا بينا ندخل نلف ونشوف الناس دي عندهم ايه وبيبيعوا ايه. دي بداية البازار كده زي ما احنا شايفين مع بعض. من الحاجات الجميلة اللي موجودة في تركيا ان كاتبين بالعربي كمان، فانت لو جاي مش هتتعب. سوداني ومكسرات وفواكه مجففة، والاسعار كده جامدة جدا زي ما انتم شايفين. 140 ليرة الكيلو، والبندق والكاجو والسوداني المملح، كل حاجة موجودة هنا. قابلت واحد مصري دلوقتي وقال لي تسمية السوق ده يعني من قديم الأزل، بس مش كل اللي شغالين هنا مصريين، يعني بيبيعوا بكلاوة وجبن. 100 حبيبي. الأجواء الصراحة جامدة جدا، السوق هنا جميل وبيبيعوا كل حاجة، وفي زيتون كمان وجبن وباسترما وحلويات. الأجواء جامدة، والورق العنب كمان والمخللات، شغل جامد جدا. بس الدنيا زحمة جدا طبعا زي ما شايفين كده. البازار المصري من سنة 1664 والناس كتير جدا. المكان هنا جامد جدا. البازار المصري في اسطنبول سمي بهذا الاسم لأنه كان يستخدم في الأصل كمركز لتجارة التوابل والسلع القادمة من مصر خلال العهد العثماني. تم بناؤه في القرن ال17 عام 1664، وكان معروف برضه بسوق التوابل عشان كانت أيامها مصر أحد أهم مصادر التوابل التي تصل إلى اسطنبول عبر البحر. اليوم البازار المصري واحد من أشهر الأسواق المغطاة في اسطنبول، وفي مئات من المحلات اللي بتبيع التوابل والأعشاب والحلويات التركية والمكسرات والعطور والهدايا التقليدية. لو في يوم زرت تركيا وبالتحديد مدينة اسطنبول، ما ينفعش تفوت زيارة السوق ده. سلام.